ورب الكعبة إن الملك يهيئ الكون لمراده ولتحقيق وعد رسله وأنبيائه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فالدين الإبراهيمي الحق هو الإسلام والتوحيد والميل عن الشرك بكل صوره. أما الزعم بأن الدين الإبراهيمي دين جامع للإسلام واليهودية والنصرانية فزعم باطل ومعتقد فاسد وتكذيب بالقرآن الكريم. قال الله جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بل وأمر الله جل وعلا المؤمنين أن يعلنوا دينهم بوضوح، فقال سبحانه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بل وحذر جل وعلا أهل الإيمان تحذيرا واضحا من أي محاولة تخرجهم من دينهم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وقال جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والهدف المعلن لمشروع الديانات الإبراهيمية على حد قولهم هو التركيز على المشترك بين الديانات والتغاضي عن الخلافات العقدية وما يمكن أن يسبب نزاعات وحروبا وقتالا بين الشعوب ليشكل للمرة الأولى مجتمعا مشتركا. هذا يذكرني بقول من قال: لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعا لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن. فرق كبير جدا بين الدعوة إلى البر والعدل ورفع الظلم وحقن الدماء التي تسفك بالباطل والإحسان إلى الناس وعونهم وإطعام جوعاهم ومداواة جرحاهم ومرضاهم وإيواء من شرد منهم. فرق كبير بين كل هذه الأخلاق الجميلة والقيم النبيلة التي جاء بها الإسلام ويدعو إليها. فرق بين هذا وبين الدعوة إلى ما يسمى بتوحيد الأديان السماوية والخلط والمزج بينها تحت مسمى دين واحد يدعى الدين الإبراهيمي. هذا لا يمكن أبدا أن يتحقق، فالحق لا يلتقي مع الباطل والنور لا يلتقي مع الظلام. والله جل وعلا يقول: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. والاختلاف بين الخلق بين الناس أمر ثابت شرعا وقدرا، ثابت في ألسنتهم وألوانهم وعقائدهم وعقولهم ولغاتهم، بل في بصمات أصابعهم وأيديهم، بل في بصمات أعينهم وأصواتهم. هذا الاختلاف دائم إلى أن يرث الله الأرض من عليها. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أي لا يزال الناس مختلفين في أديانهم وأهوائهم وعقائدهم على أديان وملل وأهواء إلا من رحم ربك فآمن بالله جل وعلا وصدق رسله وأنبياءه، فإنهم لا يختلفون في توحيد الله وتصديق رسله وأنبيائه وما جاءهم من عند الله جل وعلا. ولذلك يقول ربنا جل وعلا في أوائل سورة التغابن: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وقال جل جلاله: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ومن المعلوم يا إخواني وأخواتي من دين الله بالضرورة أن الإسلام لا يقبل الامتزاج بغيره من الأديان، وأنه جاء ناسخا لها ومهيمنا عليها جميعا، وأن الإسلام لم ينزل ليكون للعرب وحدهم ولا لقوم دون قوم، وإنما نزل ليكون الإسلام دين الناس أجمعين إلى يوم الدين. قال تعالى: قل يا أيها الناس
إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالإسلام هو النعمة الكبرى والمنة العظمى والدين الذي ارتضاه ربنا جل وعلا لأهل السماوات والأرض، وهو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهو الدين الذي بعث الله به كل الأنبياء والمرسلين ليبلغوه للخلق أجمعين. فالإسلام أصل رسالتهم الذي اتحدوا عليه وانطلقوا منه ودعوا إليه. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام دينهم جميعا وإن اختلفت شرائعهم وأحكامهم. فدين نوح ولطالما كررت هذا دين نوح عليه السلام هو الإسلام. قال تعالى حكاية عنه وأمرت أن أكون من المسلمين. ودين إبراهيم عليه السلام هو الإسلام. قال تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ودين موسى عليه السلام هو الإسلام. قال الله حكاية عنه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ودين عيسى عليه السلام هو الإسلام. قال الله عز وجل حكاية عنه فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال الله تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ودين سليمان عليه السلام هو الإسلام. قال الله تعالى حكاية عنه قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وقالت ملكة سبأ رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ودين الجن المؤمن هو الإسلام. قال تعالى حكاية عنهم وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أما الشرائع فمختلفة ومتعددة ومتنوعة بحسب سابق علم الله تعالى وحكمته في تشريعه وحكمه وأمره بأوضاع كل أمة وزمانها وأحوالها وطبائعها وقوتها وضعفها وبحسب أبدية التشريع أو تغييره. قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال جل وعلا لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فالرسل كلهم والأنبياء كلهم لم يختلفوا فيما بينهم إلا في الشرائع والأحكام، أما دينهم واحد هو الإسلام. ولذلك نفى ربنا جل وعلا عن إبراهيم أن يكون موافقا لليهودية أو النصرانية أو المشركين، فقال جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. تلك الحنيفية التي بعث بها إبراهيم هي التي بعث بها سيد المرسلين، كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال إني أرسلت بحنيفية سمحة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وفي الصحيحين من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة. اسمع وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة.
ومع خطورة هذا المشروع الذي يستهدف أصل الدين وأساس الملة، لكننا نحن مسلمين على يقين بأن رب العالمين هو الذي تولى حفظ كتابه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحفظ الذكر حفظ لما يحتويه الذكر من الدين. ولسوف تبطل كل المساعي التي تحاول المساس بدين الله تبارك وتعالى، وسيظهر الله دينه. ولن تستطيع جميع الأفواه ولو اجتمعت أن تطفئ نور الله جل وعلا. قال سبحانه: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وتالله إنه جل وعلا يهيئ الكون كله الآن بما نراه كل يوم وما نسمعه ونشاهده على الشاشات وعبر مواقع التواصل. ورب الكعبة إن الملك يهيئ الكون لمراده ولتحقيق وعد رسله وأنبيائه. فالله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن ما دورك أنت؟ انصر دينك واشهد لدينك علما وعملا وخلقا وسلوكا وحالا، وارفع راية الدعوة إلى الله، إلى التوحيد الحق وإلى الدين الحق بحكمة ورحمة وأدب وتواضع، واتخذ لنفسك سبيلا إلى رضوان الله وجنته وإلى ثواب الدنيا والآخرة بالثبات على الحق والسعي في نصرة الحق بما تيسر لك من السبل والوسائل المتاحة. وأدعو المسؤولين عن وزارات التربية والتعليم ووزارات الإعلام في العالم الإسلامي والعربي أن يحافظوا على الدين وأصوله، وأن يحافظوا على التوحيد وعلى ثوابت العقيدة والشريعة، وأن يحصنوا أولادنا عبر المناهج المقدمة لهم من الانحرافات والشبهات الفكرية والعقدية، حفظا للدين وحفظا للأوطان. فالشباب أمانة بين أيديكم وفي أعناقكم، وسوف تسألون عنها بين يدي الله جل وعلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الأمر أمره والملك ملكه والدين دينه. نسأل الله أن يشرفنا بنصرة هذا الدين بالشهادة له على أرض الواقع بعلم وعمل وخلق وعطاء وإبداع وإنتاج. نسأل الله سبحانه أن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا، بنورك أشرق الإيمان فينا.